أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أبشرك بما بشر الله سبحانه وتعالى به الدعاء، فقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فبشر الله سبحانه وتعالى الدعاة إلى الله بأنهم هم أحسن خلق الله سبحانه وتعالى، وذلك بسبب دعوتهم إلى الله. فأبشر يا من تدعو إلى الله، كم لك من الأجور عند الله بدعوتك الناس إلى دين الله وإلى توحيد الله وإلى عبادة الله. فمن دعا إلى الهدى كان له من الأجور مثل من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. وما أردته في هذه الدقائق اليسيرة هو تذكيرك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وبما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان يدعو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الله ويستجيب الناس إلى دعوته، وكيف دخلوا في دين الله أفواجا. إنها المحبة، إنها الدعوة بشفقة ورحمة ومحبة وإرادة إيصال الخير إلى الناس.